لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال من لواني 935 لوانا كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان بس رزامن دي رب العالمين وهي وادار مئو عزيز سودي دور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. بەڕێ خۆشەویستان وەکلوانی ڕابردوو لە خزمەت دەواتی پیرۆزەدا بووین. رب العالمین چۆنیەتی تەوزیعی غەنیمە ئەو ماڵەیەکەوە ماڵی کافران لە نتیجەی قیتال و جیهاد دەکەوتە بەردەستی مسلمانان. رب العالمین دەفەرمی بزانن یەقینتان بی ئەو ماڵەیەکەوە بە غەنیمە دەکەوتە بەردەستان بەو شێوەی تەوزیع دەکرێت. پێنجیەکی جیا دەکرێتەوە 4 لەسەر 5 لە بۆ مجاهدینە. ئەو پێنجیەکەی کەوا جیا دەکرێتەوە ئەوە حقی الله تعالى حقی پێغمبەرەکەی صلى الله عليه وسلم حقی خزم و کەسی پێغمبەر کە بەنو هاشم بەنو مطەلیبە والمساکین وابن السبیل و هەروها ئەوانەی کە واليتامى والمساکین و یەتیمەکان و هەروها فەقیر و نەدارەکان و هەروها ڕێبوارەکان ئیتر بەو شێوەی تەوزیع بکەن ئەگەر ئیمانتان بە الله تعالى هەیە و ئەوەی کەوا الله تعالى دای بەزاندێ لە بۆ بەندەکەی خۆی محەممەد صلى الله عليه وسلم لە چ ڕۆژێک لە ڕۆژی فورقان چ ڕۆژێکە یوم التقى الجمعان ئەو ڕۆژێکەوە ئەو دوو جەمعە گەیشتنە یەکتری جەمعی مسلمانان و جەمعی کافران گەیشتنە یەکتری ئیتر بەو شێوەیە تەوزیع بکەن و بزانن کە الله تعالى بەسەر هەموو شتێکدا بەتوانایە. بەڵێ خۆشەویستان لە تەفسیری قاسمی دەڵێ ئەفادەت الآیە أو آتا أو إلى ورجل أن الواجب في المغنم تخميسه واجب لغنيمة تخميس بك وتبيك بينز بش وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى بينزيشي بدي أو كساني كوا رب العالمين باسي كردية وقسمة الباقي بين الغانمين بالعدل تال سر بينزكش لبو مجاهد كان أواني كوا غنيمة كان بدا سينا بعدالة لنوانا توزيع ذكر كوة بعدالة للراجل سهم وللفارس 3 أسهم أوي كوا ببيان توا لبو غزوية أوي كوا ببيان تيدا أو للراجل سهم بيقول الراجل أو سهم يشي ببردكوي أوي كوا فارس بخويبة فرسكي له موجودة بخويبة دابو أسبك له موجودة 3 سهم ببردكوي سهم لبو خوي 2 سهميش لبو فرسكي. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بوشوي في صلى الله عليه وسلم لخيبر توزيع كر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان عندك لها شرع ناس كان دلين بابلين راجل يك سهمية فارس 2 سهم والأول هو الذي دلت عليه سنة الصحيح بلام أو يكم سنة الصحيح زيادة البلغية لسروي واتا أو يكواب بيان يك سهمية أو يكواب خويوبا أسبكي هاتية أو 3 سهمية دولو أسبكي يتشلب خوي. ولأن الفرس يحتاج إلى مؤنة نفسه وسائسه ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة رجلين. لبروي فعلا دي فرسك شاني أوي كوا أوي كبابنين أوي بخوي وبأسبكي هاتية 3 سهم بدريته لبروي فرسك مصروفها بيستيبا آليك وأبابتانا وهروها أو أسبه فارسەکەی و ئەوەی کەوا پێیتی نەفعی لە باونێ ئەو ئەسپە نەفعی لە بۆ فارسەکەی
من منفعة رجلين زياتر لمنفعة دو بياوان لبروي أوي بيوي دكريتن بكسيكوا راجلة ببيان لو صاحي موجودة جياوازا إتر وكدرة أوي كوا سنة صحيح بلغي لسري أوي كوا راجلة يكسهم أوي دي كيان كوا فارسة سي سهمي ددريته. ذهب الجمهور هلا تفسير قاسم ذهب الجمهور جمهور زوريني علماء إلى أن ذكر الله تعالى في قول فأن لله كاتك وديكي بينز بش أو بينز بشش خواهي قول سبحانه وتعالى كم زاد فرمي لبو الله تعالى أو زاد لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو زاد باقي فكان كبازكات فرمي زور بي علماء زوريني علماء جمهور علماء دلين كاتك وخواهي قول باسي خوي دكا ليردا للتعظيم لابو التعظيم بقول زانينيتي أي تعظيم الرسول كما في قول تعالى والله ورسوله حق أن يرضوه كواتا وكل آية سورة والله ورسوله حق أن يرضوه الله تعالى وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم مشاني أوانا كوا رازي بكرين كواتا باس كردني الله تعالى لدواي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أكو بقول زانين لابو بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو لبيان أنه لا بد في الخمسة من إخلاصها لله تعالى كواتا أو بينزيكا كوا زيادة كريتو بيويستا بإخلاصه بوشوي تاب دوزع بكري كوا خواي سبحانه وتعالى فرموتي أو وأن المراد قسمة الخمس على المعطوفين عليه كواتا ما بستكا أو كوا أو بينزيكا بإخلاصه لسر أوان توزع بكري كوا خواي باس كده وتمسك بعضهم بظاهر ذلك عنديش لزانان آياتك بظاهر وريته فأوجب سهما سادسا لله تعالى كواتا ليردا أو بينزيكا فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبالسبيل كواتا أجر الله تعالاش ليردا بشش لو جياب كينو كواتا طبعا دريت فقيران أويش لو حالتي أو بينزيكا ذكريت الشجبش كواتا عندك دلان ذكريت الشجبش فأوجب سهما سادسا لله تعالى يصرف في وجوه الخير أو بشي كلبو الله دادندري الله تعالى دادندري يصرف في وجوه الخير لبو خير دادندري أو يؤخذ للكعبة يعني مثلا لبو خزمة كعبة دادندري لأن كلام الحكيم لا يعرى عن الفائدة لبروي ما دام خواي قول فرموتي كواتد فائدة دا نبي بفائدة بيتن ولأنه ثبت اختصاصه في آيات الصدقات في قوله تعالى وفي سبيل الله هل وكو لا تونيتي توزيعي يأخذ أوانيك ومصارف الزكاة لسورة التوبة كذا أنكات هش صنف يقل صنف كان وفي سبيل الله وفي سبيل الله أو يكوا هرشتك لبيناي خواي قريب بتابته علماء دلين لجهات صرف ذكره وهندق لعلماء معاصرين دلين لبو أو كساني كوا مراكز دعويان هي أوان عيني جهاد لبيناي خواي قريب ذكين أوان بزمان أو يتكسب بدست بهر حال وفي سبيل الله يكل مصارف كان الزكاة لرج دلين عيني لغنيمة عيني أو بشيء كلبو بناوي الله تعالى زيادة كريته لبو وجوه الخير صرف ذكريتن ويأخذ لبو كعبي يأخذ لبو هرشتك وخيري مسلمانان تيدابي وهذا مروي عن أبي العالية والربيع والقاسم أو رأي أوانه. ابن عاشور لا تفسير التحرير والتنوير دله الابتداء بسم الله تعالى كاتك دله لا أتكدا بوشويهات فأن لله خمسه أو زوال للرسول الذي القربى دس بكردني بالله تعالى إشارة إلى أن ذلك الخمس حق لله حق الله يصرفه حيث يشاء إتر كبا الله تعالى دس بكردي دل إشارة لبوكوا أو بينزيك حقي خواي قوري بوشوي توزيع ذلك كخوا مشيئتي لسربي وقد شاء فوكل صرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يخلف رسوله من أئمة المسلمين كواتا دفرمي حقي خواي قوري سبحانه وتعالى بوشوي توزيع ذلك كخوا ديبي أو حقش خواي قرديدات بيغمبركي صلى الله عليه وسلم بوشوي توزيع بك كديبي ولدواي بيش أو كوادبي تخليفي مسلمانان أو حق تصرف دريتوي وبهذا التأويل يكون الخمس مقسوما على 5 أسهم كواتا بو لقدانوي بابلين ابن عاشور واتا فأن لله خمسه واتا حق خواي قوري بوشوي توزيع ذكا كوالد واتري باس كده
كوات دكريت بينز باش للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يترحقي خوا حقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم إنزا أويش عيني بوشي وكدين باسي دكين كواتد دفرمي حقي خوا توزيع ذاك بوشي كويستي لسرا ديدات بيغمبركي صلى الله عليه وسلم لدواي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو كوا يخلفه لخليفي مسلمانان لأضواء البيان دلي والتحقيق أن نصيب الله جل وعلا ونصيب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد أوش التأكيد سوي ذكات لأضواء البيان إمام الشنقيطي كواتا كذا فرمي فلله فأن لله خمس للرسول وذي القربى كواتا فرمي حقي الله تعالى لقال حقي بيغمبركي صلى الله عليه وسلم يكشتا عين ذكرتها بينز بجواتا أو خمسة عين أوش ذكرتها بينز باش أوي باش يكم لله وللرسول أو زدوا ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وذكر اسمه جل وعلا استفتاح كلام للتعظيم أو ذاتك لو سويت كاتك وبناوي الله تعالى دس بكرديا واتدس بيشي فرمودي خواي قورا بناوي الله لبو تعظيم ومن قال بهذا القول ابن عباس كما نقله عنه الضحاك يتروى قول ابن عباس وكضحاك لنقل لك وهلواء إبراهيم نخعي وحسني كري محمدي كري حنفية وحسني بصري والشعبي وعطاي كري أبي رباح عبد الله كري بريدة وقتادة ومغيرة وغيري أوانيش وكي ابن كثير نقل كردية بوشيوية وتبشي الله تعالى لقلب بش بيان صلى الله عليه وسلم يقبش خواهي سبحانه وتعالى بناي خوي دس بيدك لبو تعظيمه حقق ذات بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا تفسير قاسم دلي خمس النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله استاغتمان وتجمهور لسر اوانا ذكرت بينز باش يكم لبو الله سبحانه وتعالى ولبو لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم يتر او بينز يكا كوتوزع ذكره خمس النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله له او بينز يكا كواديت بيغمبر صلى الله عليه وسلم كان امره في حياته مفوضا اليه كواتا بينزيكا طبعا حتى بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم ددرادس بيغمبر صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه بما شاء باوشو يتصرف تيدا ذكر كواب خوي ويستي لسربايا ويرده في امته كيف شاء يترديدا امتكي باوشو كواب خوي ويسبا وكل حديثك امام احمد نسائي ابو داود رواديان كردي عبد الله كوري عمرو كوري عاص خوي يقول خوي باي راز دفرمي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين كأتفرم لخزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم ليوم حنين يتر حديث كدرجة وكما بسته ثم دنا من بعيره فأخذ من سنامه وبره تفرم لحشتركي نزيق بو تالمويشي لبشتي حشتركي درهنا فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها تالمويشي لبشتي حشتركي درهنا ولبين دوبن زي مبارش أو زبرزي كردو فرموا يا أيها الناس أي خلشينا إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه بزان أي خلشينا أو كخواي جور كرديت غنيمة لبونجو هيج شتيق لبو من حلال لو غنيمة قدر هذه أجر بقدر أو طالم واجبي إلا الخمس إلا أو بينزي كان بك خواي جور باس كردي حق امتداها والخمس مردود عليكم أو خمساش أو بينزي كاش أمن ديدمونجو مردود عليكم لأضواء البيان دل اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف نصيبه الذي هو خمس الخمس في مصالح المسلمين كواتا الأضواء البيان تأكل سوي ذكاته أو بينزي كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوا حقي هبو لغنيمة تفرمي عيني يصرفه في مصالح المسلمين لمصالح مسلمانان صرف ذكر بدليل أو حديثي كوا استباس ما كوا الخمس مردود عليكم ابن عاشور دل عند الجمهور أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفه فيه الإمام كواتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بخوي وريد قلتو عين صرف ذكر بوشوي كوا في واب لبو مصلحة مسلمانان صرف ذكا لدوايويش إمام خليفي مسلمانان أو بينزيك وردقري يبدأ بنفقته ونفقة عياله بلا تقدير يتلو بينزيك حقي خويتي نفقي خوي مال من دالي دربينتن ويصرف الباقي في مصالح المسلمين يتر باقي كيدك لمصالح المسلمين صرف ذكاء هل لا تفسير قاسم وللعلماء فيما يصنع بخمسه صلى الله عليه وسلم من بعده مذاهب يتر وكو ابن عاشر قلت لابو إمامك لدواوي وتا خمسي بيان صلى الله عليه وسلم لابو أو خليفيك لدواوي ديتن لا تفسير قاسمي وكبلي تفصيل بوددا
ضل خلافك لبين علماء هيا ياخذ سن رأيك كوا أو خمس لدواي بيغمبر صلى الله عليه وسلم شي وريد أقري يكون لمن يلي الأمر من بعده كواتا أو رأيك وكو ابن عاشر قوتي أو خليفي كوا دبت خليفي مسلمانا أين أوبين زي كورد أقري ويصرفه في مصالح المسلمين. قال ابن كثير روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة أو رأيوان. ومن قائل يصرف في مصالح المسلمين عند الشدلين هذا يكسر نادرة إمام بل يكسر لبو مصارف مصلحة المسلمان صرف ذكره. قال الأعمش عن إبراهيم كان أبو بكر وعمر يجعلان سهما صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح كواتا أعمش لإبراهيم ودجرته دله حقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يأخذ خمسكي أو يكسر لبو السلاح وعتاد بكار ده هندراوي لبو جيش مسلمانان. ومن قائل بأنه يصرف لقرابته صلى الله عليه وسلم عند جدلين دادريته قرابته خزم كسب بيغمبر صلى الله عليه وسلم. ومن قائل بأنه مردود على بقية الأصناف عند جدلين بلكو أو بينزي كالأدواء بيغمبر صلى الله عليه وسلم دادريته صار صنف كيد كذا القربى اليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن جريريش هر أوي اختيار كردية وديار الرأي دي كش وكو الأضواء البان لسعديش باس كريا بلان لبرتوابوني كات دوستين ليردا ببشتواني خواهي يقول لواني داتو دينه وخزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.